رسميا الزمالك يتحرك مبكرا الزمالك لتمديد عقد بزيرة تحسبا لوصول عرض خارجي للاعب. جون ادوار وضع خطة متكاملة لإنقاذ الفريق من الأزمة الحالية وقام بتسليمها إلى مجلس الإدارة لضمان استمرار تنفيذها حتى في رحيله. محمد صبحي يقترب من الرحيل عن الزمالك. تواصل محمد صبحي الاتفاق مع إدارة الزمالك على المغادرة في ظل حصوله على فرصة للمشاركة أساسيا في الموسم الجديد. الكابتن محتمد جمال لم يتقاضى سواء راتب يناير وفبراير وجزء من راتب مارس ويتلقى عرض تدريبي خارجي، لكن ينتظر حسم موقف مع الزمالك. وإدارة الكرة تفضل التعاقد مع مدرب فني أجنبي، وبعض الأصوات داخل إدارة الزمالك تطلب باستمرار المدرب. الزمالك خاطب رسميا إدارة استاد الدفاع الجوي لاستضافة تدريبات الفريق بداية من الموسم الجاري بسبب رفض جون ادوار فكرة رجوع التدريبات لمقر النادي. وطعن مقدم من المستشار المرتضى منصور في دعوة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمشروعات العمرانية بإلغاء القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة لفرع نادي الزمالك بأكتوبر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.